فالسنة بإذن الله عز وجل أنها إلى العلو، إلى الرفعة، إلى العزة. وإن تنكر لأهلها الحكام، وإن تنكر لأهلها المسؤولون، وإن تنكر لأهلها أهل البدع، وإن تنكر لأهلها أهل الدنيا، إلا أنها منصورة عزيزة رفيعة، لأنها دين الله المحفوظ. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحريص الشيطان وأعوان الشيطان على وأد أهل السنة في اليمن، تارى بالجواسيس، وتارى بدعم المبطلين، وتارى بكذا وكذا، لكن إن شاء الله أنه مهزوم وأنهم مهزومون. قد سلمنا الله ونحن بين جدران دماج. كان بعض الحوثيين يقول: ما معكم ملجأ، ما معكم منجا، من الذي سينجيكم؟ بل بعضهم تجرأ بقوله: ادعوا ربكم ينجيكم. ونجانا الله وخرجنا في الطائرات معززين مكرمين ومباشرة انطلقنا في دعوتنا وفي خيرنا، وانشأت مراكز ودور حديث. بدل ما كنا في 60 متر في 40 متر نتجمع، هذا يدرس فقه وهذا يدرس عقيدة وهذا يدرس مصطلح وهذا يدرس أصول. صرنا موزعين بحمد الله عز وجل في اليمن الكبير الواسع وفي غير اليمن. فلنحذر أيضا من مدخل الشيطان في تفريق أخوتنا، في زعزعة لحمتنا، في التحريش بيننا. والخطأ ما أحد فوق الخطأ، كل مخطئ يجب عليه أن يتوب إلى الله، أنا أو غيري. أي مخطئ ما أحد فوق أنه يقول أنا سأستمر في الخطأ. هذا إلا رجل مكابر، هذا ما هو عالم ولا شيخ، هذا رجل مكابر الذي يقول أنا مستمر في الخطأ. لكن أحيانا تعظم الأمور بما لا تستدعي الوصول بالقضية إلا ما وصلت إليه. علينا أن نكون على حذر من مداخل الشيطان جدا، ونحافظ على أنفسنا بالتناصح، بالتناصر، بالتزاور، تكثير السواد. الآن هناك أراضي كثيرة تشترى في أبين، وأراضي كثيرة اشتريت في المخا، وكثير من المناطق لأناس محسوبين عندنا على الحزبية، لأناس محسوبين عندنا على الحزبية. لكن تتعجب حتى بعض العوام، والله قال لي بعض العوام: يا أخي إيش هذا؟ قال يقولون بأنهم سلفيون. قلنا: إيش من سلفيين؟ يشترون هكتارات وبناءات ومساجد كبيرات. نحن والله ما نعارض أن تبنى هذه الأمور لطاعة الله ولإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وراء الأكمة ما وراءها. ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلم إذا انجلى الغبار فرس تحتك أو حمار. نعم. فمثل هذه الأمور تحسس أن الشر مدفوع ومدعوم، فعلينا نحن أن نجتهد في دعاء الله أن يصرف عنا الصوارف، يكفينا الشرور، يكفينا الآثام، وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا بالتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة علمية أو عملية، وأن نسعى في تربية النشء على الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، على تربية النشء على أهمية التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، على تربية النشء على محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على تربية النشء على محبة منهج السلف الصالح. هذا هو الذي ينبغي علينا، ولا نلتفت إلى هؤلاء إلا من باب التحذير عن الشر. وإلا كما قال النجمي رحمه الله: وضعتم على الطريق فسيروا. علينا أن نكثف الدروس
علينا أن نكثف النشر، علينا أن نكثف طباعة الكتب إن استطعنا، علينا أن نكثف إنشاء المراكز ودور الحديث. من استطاع أن يفعل ذلك ويقوم بما مكنه الله عز وجل منه فعل. يعني لا نتوانى ليل نهار، نحن في سباق على هذا المجتمع. الشيطان يسابقنا، والحزبيون يسابقوننا، والليبراليون يسابقوننا، والحداثيون يسابقوننا، والاشتراكيون والرافضة ومن إليهم كل يسابق إلى هذا المجتمع. الكفار كلهم يسابقون إلى المجتمع اليمني. لذلك علينا أن نكون أهل السبق. أي والله أن بعضهم راسلني قبل ليال أن هناك معاهد تركية في صنعاء لتعليم العلمانية، ولم يقل سمعت، بل قال ذهبت إليهم ودخلت عندهم فوجدنا أنهم يعلمون العلمانية ويسحبون الشباب إلى هذا الفكر الضال. نعم أيها الأخوة، الحرب هي على الإسلام والمسلمين، ليست على زيد ولا عمرو، ليست على فلان أو علان. الحرب على الإسلام والمسلمين. وإلا الحجوري إلى ماذا يدعو مسكين؟ إلى ماذا يدعو؟ قامت عليه دول، وقام عليه مخابرات، وقامت على أتباعه كذلك دول ومخابرات. ما السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقاموا عليهم بأناس من جلدتهم، ممن قد تتلمذ في دورهم، وممن كان يرجى منه النصر بعد نصر الله والعون بعد عون الله. وإذا بنا نجد التنكب عن هذا الأمر والحملات الشعواء، الحملات الشديدة. إذن كيف نترصد لكل هذا؟ نترصد له بالصدق مع الله عز وجل، وإخلاص العبادة والعمل له، وإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على الأخوة، والحرص على ماذا؟ إصلاح ذات البين، والحرص على التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار، ودعاء الله عز وجل أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. فإننا ضعفاء إن لم ينصرنا الله، وفي عجز إن لم يقوينا الله، وفي خطأ إن لم يثبتنا الله عز وجل. وعلينا يعني أن نستمر فيما نحن فيه من الخير، وعدم الالتفات. الالتفات إلى الوراء هو الذي يسبب الهزيمة. وكثيرا ما أقول لكم وأحدثكم أن الغزال أسرع من الكلب، وأسرع من النمر، وأسرع من الأسد، ومع ذلك يفترسها الجميع. ما السبب؟ تلتفت إلى الخلف، وكلما التفتت إلى الخلف ضعفت سرعتها، وقرب عدوها، ودنا عطبها. فإياك أن تلتفت إلى الخلف، وإن هددوك بالعالم إياك أن تلتفت إلى الخلف، وإن خوفوك بما خوفوك إياك أن تستسلم لذلك. يجب أن ننشر الحق بالحق، وننصر الحق بالحق، وندعو إلى السنة بالسنة، وندعو إلى الكتاب من الكتاب والسنة. أهم شيء ألا نجاوز الحق إلى الغلو، وألا نجاوز الحق إلى الجفاء. هذا هو الذي سيهزمنا إذا جاوزنا شرع الله بغلو أو جفاء. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لا نخشى على دعوتنا من دبابات أمريكا، إنما نخشى على دعوتنا من أنفسنا. نخشى على دعوتنا من أنفسنا. نعم، الذنوب والمعاصي، الإعراض هو الذي يسبب الهزيمة. الصحابة رضي الله عليهم في غزوة أحد نصرهم الله نصرا مؤزرا، إذ تحسونهم بإذنه. والحس الضرب من القفا، معناها أن الكفار كانوا قد ولوا مدبرين، ما أحد يواجه بصدره، ما أحد يواجه بوجهه. ولكن حين وقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجراحات تقع فيهم،
بل وصل الأمر إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وكسر المغفر والبيض على رأسه، وصاح الشيطان أن محمد قد قتل، ولحق بالمسلمين ما من الأمر ما لم يلحقهم في غيرها من الغزوات، ما لم يلحقهم في غيرها من الغزوات. حتى قالت عائشة يا رسول الله هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ يوم قتل فيه 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت شوكة الإسلام أن تنكسر حين عزم أبو سفيان ومن إليه من الكفار إلى العودة لاستئصال المسلمين، لولا أن الله عز وجل ثبت المسلمين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالسير إلى حمراء الأسد، بالسير لماذا؟ لمواجهة الكفار. فكانت ماذا؟ معركة أو غزوة حمراء الأسد التي امتدح الله عز وجل أهلها بأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهذا الذي ننصر به، وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه، ولا نلتفت إلى الوراء، ولا نبالي بكثرة المادحين ولا القادحين ولا المخالفين ولا المؤيدين، إذا كنا صادقين مع الله عز وجل. إذا صدقنا مع الله عز وجل سيأتي الله بالخير العظيم، وإذا كذبنا مع الله عز وجل سيسلط الله علينا من لا يرحمنا. فنسأل الله أن يصرف عن هذه الدعوة شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارق يأتي بخير يا رحمن. هذه مذاكرة لبعض مداخل الشيطان على الإنسان، جرنا إليها هذا السؤال الذي رفعه الأخ من أنه قد انحرف عن الصراط المستقيم حتى ترك الصلاة، ثم حين تاب جاءه الشيطان يلبس عليه بأن التوبة غير مقبولة وغير صحيحة. وإلا فكنا في درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، لكن لله الحمد والمنة، عسى أن يكون فيما ذكرنا خير. نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.